أعلن اليوم أمامكم عن قراري تأييد ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. العماد ميشيل عون صار فخامة الرئيس، لكن بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري صار عون الهاجس والكبهوس والضرة المرة. فنبيه بري الذي كان بطل النظام ل30 عاما تقريبا سيعيش لأول مرة بعد كل هذه السنوات دور المعارض لعهد برتقالي لم يكن يتصور أن يأتي يوما. بري يتذوق كأس التهميش بعد أن عرى انتخاب عون رئيسا للبنان حجم بري السياسي. موقف بري المناهض لرئاسة عون ترجمته على الأرض الواقع يافطات حملت الكثير من الحقد والغل لأنصار نبيه بري ضد التيار البرتقالي، ومثالا على ذلك يافطة رفعت في شوارع بيروت كتب عليها: مهما تعلى يا ليمون نحن فوقك عصارة. اليوم الاثنين هو لحظة تاريخية مفصلية في مسار تيارين متعاكسين، التيار الوطني الحر وحركة أمل. هذا اليوم هو زلزال بالنسبة إلى العونيين، ضرب مشاعرهم وحقق حلم لهم عمره عشرات السنين، وسيبقى هذا التاريخ بالنسبة لهم تاريخ عظيم أوصل رئيس عظيم إلى شعب عظيم بنظرهم. أما بالنسبة إلى حركة أمل فالصورة مختلفة، فإنه يوم حزين بكل ما للكلمة من معنى، وسيظل مطبوعا في ذاكرتهم الجماعية كيوم للنكسة السياسية لهم، ولسان حالهم يقول: ليت الزمن يتوقف قبل أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت قبة البرلمان فوز العماد ميشيل عون برئاسة الجمهورية. فما الذي ينتظر اللبنانيين مع بداية العهد الجديد؟ وإلى أي مدى سيصل التصادم بين مؤسستي الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس النواب؟ الإجابة ستبقى رهن التطورات والأحداث المقبلة. لموقع xخبر.com